السلام عليكم. رحلة التغيير ماشي رحلة اللي سهلة، وماشي رحلة اللي أي واحد يقدر يبدا فيها ويكملها. رحلة كتحتاج بزاف ديال الأمور، ولكن هاد الأمور نقدروا نلخصوهم في ثلاثة د الحوايج أو في ثلاثة ديال الحروف: صاد صاد صاد. اليوم غنبداو بالحرف الأولاني ألا وهو الصدق. باش أنك تغير لابد تكون أنك صادق في داك الطلب ديال التغيير ديالك. علاش؟ حيت إلا كنتي كتكذب على راسك أو كتكذب على الآخرين بأعذار أو بمخادعات كيف ما قلنا في الفيديو اللي فات، فما يمكنش غادي تغير نحو الأفضل. التغير غادي يكون، ولكن غير نحو الأسوأ. الصدق واحد الحاجة اللي مهمة في أي حاجة غادي ديرها في حياتك، أو لا أي قرار غادي تاخده في حياتك. إلا ما كانش الصدق فاعرف أن داك القرار بنسبة كبيرة غادي يضرك، ما غاديش ينفعك. ولكن إلا كان الصدق بهذه الأهمية، وكان الصدق هو الخطوة الأولى نحو التغيير، علاش بزاف ديال الناس ما كيمشيوش يتغيروا أو ما كيقرروش بصدق أنهم يتغيروا؟ أو سؤال آخر: علاش بزاف ديال الناس تيكونوا صادقين في طلب التغيير لكن ما كيتغيروش؟ هنا الصدق تيكون بدرجات، وباش أن الصدق يكون قوي لابد يحيدوا بزاف ديال الحوايج. من بيناتهم أن الواحد اللي باغي التغير، علاش باغي التغيير؟ واش باغي التغيير غير حيت كاينه طوندونس ديال كل واحد كيبدل، او لا باغي التغيير حيت بغيتي تبان قدام صحابك او تباني قدام صحاباتك انك تغيرتي، او باغي تغير لله ولراسك؟ هادو ثلاثه ديال الغايات، لكن كل غايه وعندها الثمن ديالها. والغايه الاسمى هي انك تغير لله ثم لراسك، وما يهمكش الناس. وانا غنقول لك علاش. ما كاينش شي واحد صادق في الطلب ديالو لاي حاجه كانت وغادي يكون كيديرها للناس. الصدق مع انك دير الحاجه للناس جوج الحوايج ما كيتلاقاوش. حيت الا كنتي صادق احيانا تقدر واحد الحاجه بغيتي ديرها بصدق اتخالف فيها الناس. مثال: انا عندي صحابي ما كيصليوش، وانا قررت انني نصلي وقررت انني نتغير نحو الصلاه. ف الا كنت دير هادشي على قبل الاصدقاء ديالي، نقدر نصلي النهار الاول، النهار الثاني، النهار الثالث، ولكن من موراها مبقيتش غادي نصلي. علاش؟ حيت غادي يسحبوني الدراري اللي على قبلهم بديت كنصلي، او البنات اللي على قبلهم بدات البنت كتصلي. ولكن الا بديت كنصلي لله فما غيغرني لا دراري لا وقت لا حتى حاجه. علاش؟ حيت متعلق بواحد هو الله سبحانه وتعالى، باغي نرضيه هو فقط. ومنين قررت انني نصلي قررت ان ديك الصلاه اولا الصلاه تكون لله سبحانه وتعالى، ولذلك ما غندخل حتى واحد معايا في هذه الصلاه. وزيد عليها اي قرار اخر. الا قررتي انت ولا انت انكم تنقصوا وزن باش تبانوا قدام الناس، فكونوا اكيدين ان اول انتقاد من الناس ليكم على الشكل ديالكم يخليكم ترجعوا بواحد النهم كبير بزاف للماكله. الا قررتوا انكم تقراو كتوبه وتستافدوا باش انكم تبانوا مثقفين، راه ابسط انتقاد او تصحيح الخطا درتيه في القراءه او معلومه اكتسبتيها خطا غادي يخليك تنفر من الكتب. قيس على هادي اي تغيير غتاخدو في حياتك. داكشي باش كنقولوا الا كان هاد الصدق فعلا صدق حقيقي فما غاديش يكون للناس وانما غيكون لله. حيت لا كنتي مثلا غادي تقرا وقررتي انك تقرا كتوبه باش تستافد وكنتي صادق في هاد الهضره اللي كتقول والتوجه ديالك لله، فراه واخا ينتقدك شي واحد تقول لي انا لازلت اتعلم، واخا يصح لك شي واحد معلومه غتفرح على العكس ديال داك اللي دار بغى يقرا باش يبان قدام الناس راه قاري. ولكن الواحد اللي كيقرا باش يفيد راسو الا صح ليه شي واحد راه زاد فادو، فهذا غادي يخليه انه يشكر السيد اللي فادو او تشكر السيده اللي فاتها، وفي نفس الوقت تفرح انها استفدت معلومه جديده وانها صحات معلومات اللي كانوا عندها غالطين. ولكن حنا في واحد الزمان اللي فيه تصور عليا نتصور عليك، خصك تبان شحال قاري من كتاب،
شحال في وزنك، كتريني اين صال فاش كتريني. وما عمرنا فكرنا في الجوده ديال الامور اللي تنديرو. الصدق عنده علاقه بالجوده اكثر ما عنده علاقه بالكم. احيانا بالصدق ديالك ولو كان المجهود ديالك ضعيف، سيدي ربي غيبارك لك فيه وغادي يعطي اثر كبير. وعلى العكس، شحال من واحد كنلقاوه دار مجهود بزاف باش انه يقرا مثلا القران، دار مجهود بزاف ولكن كيحاول يقرا غير قدام الناس، فكتلقاه ما قدر يحفظ حتى ايه. وكتلقى واحد بصدق صدق في التوجه لله سبحانه وتعالى، وما كانش عنده الوقت، كانت عنده خدمة، كانت عنده واجبات ديال الوالدين وزيد وزيد، وكان عنده واحد الوقت قليل كان مخصصو للقرآن. ورغم ذلك سيدي ربي فتح ليه وحفظ آيات كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى بسبب داك الصدق اللي كان في القلب ديالو. البلوغ للغايات أو الأهداف أو التغير إلا ما كان الصدق مستحيل أننا نوصلوا ليهم. كيف قلنا غادي توصل وغترجع، وحنا الهم ديالنا ماشي أنك توصل، لا، أنك توصل وتبقى. كيف ما كانوا تيقولوا لنا الأساتذة في الصغر ديالنا، ماشي المهم أنك تجيب 10 في امتحان، ولكن المهم هو أنك تجيب 10 في الامتحان وتبقى عليها. الصدق تيعلمنا حاجة أخرى، أننا نتخلصوا من وهم الكمال أو لو بيرفكسيونيزم. وهم الكمال واحد السم شيطاني اللي كيدخل فينا. حنا كمخلوقات بشرية ناقصين، محتاجين، ضعاف، فقراء لله سبحانه وتعالى. فمنين كندخلوا التصور ديال اننا خصنا الامور اللي كنديروها تكون كامله، فكنزيدوا ضغط على ضغط وكنحاولوا نتملكوا واحد الصفه اللي ما فيناش. حنا فينا صفه النقص. كيفاش واحد فيه صفه النقص؟ انه يدير حاجه اللي كامله. زائد حاجه اخرى، الا تاملتي انت ولا انت اللي فيك او اللي عندك هاد وهم الكمال، تأملتي في الناس اللي كتحسبهم قدوة ليك أو منجزين بالأحرى، فراك كتلقاهم كيديروا واحد الأخطاء، لكن أنت كتكون عندك واحد الذاكرة انتقائية، كتاخد غير الأمور اللي بانت لك كاملة. ولو كان ندقوا في الأمور اللي بانت لك كاملة عندهم، غتلقى فيها واحد النقص، أو غتلقاهم نجزوها بنقص أو بآخر. لكن هاد المرض هذا ديال وهم الكمال أو هاد السم الشيطاني كيخلينا ابسط فشل او لا ابسط خطا درناه كنحاولوا نكيديو كلشي بحجه خصني الا درت الحاجه نديرها مزيانه، خصني الا بديت نصلي نبدا نصلي وما نقطعش، خصني الا بديت نقرا القران نقراه بالقواعد ديالو ومزيان، خصني الا هضرت باللغه العربيه ما نلحنش واخا ما تعلمت لا نحو ولا والو، اما نهضر بلا لغه العربيه وما نلحنش ولا لا. خصني الا بديت مثلا بديت الرياضه، خصني لابد تكون عندي فلوس الماكله، نكون كنتريني في احسن صال، نكون كندير السباحه، ونكون امور اللي ما كانتش حتى عند الابطال العالميين في البدايات ديالهم. ولكن هذا الشيء سببه كيف ما قلنا وهم الكمال. فإلا كان المستفاد او الخلاصه من هذه الحلقه هذه هو انك تقرر تكون صادق وتخلص من وهم الكمال، غادي يكونوا حوايج اللي غيفيدوك بزاف واللي غيخليوك تغير بواحد السهولة أكثر. ولا بغيتي تقول لي كيفاش نكون صادق أو كيفاش نتخلص من وهم الكمال، خليني نقول لك باش أنك تكون صادق لابد عليك أنك تختالي براسك واحد شوية، أنك تخصص واحد الوقت في النهار وتختالي براسك، تاخذ ورقة وستيلو وتبدا تكتب: أنا اسمي فلان الفلاني، أو أنا سميتي فلانة الفلانية، واخا سميتي أنا شنو الغاية ديالتي من هاد الدنيا هادي، نحطها كسؤال ونجاوب عليها بصدق. شنو الحاجة اللي غتقدر توصلني للغاية ديالتي؟ كذا وكذا وكذا. شنو هما الأمور اللي عندي أنا مزيانين وخصني نحافظ عليهم؟ وشنو هما الأمور اللي فيا خايبين ويحتاجوا إصلاح؟ واخا شنو هما الأمور اللي قدو يعرقلوني؟ أحيانا لابد خصك تخلى على صحابك واحد المدة باش أنك توقف على رجليك في رحلة التغيير. وهادي ماشي حيت كتكره صحابك وماشي حيت كتنقص منهم، ولكن حيت انت خصك تنقد راسك وتغير باش تغيروا معاك. بحال مثلا عندك واحد الصحبه اللي كيكميو الكارو، كل مره كتقول لهم خصنا الدراري نقطعوا الكارو،
ترى ما غاديش يتصنتوا عليك، حيت انت كل مره كتكون معاهم غادي تشعل شي كارو. ولكن الا كنتي انت اختليتي واحد المده بنفسك، انشغلتي بصحبه جديده، وقدرتي بفضل الله سبحانه وتعالى انك تشافى من الكارو، فواحد المده مور ما غيشوفو قطعتي الكارو من بعد ما كنتي واحد اللي ما كيديهاش في راسو ولا كيديها في راسو، واحد اللي كان كيخسر مصروفو في الكارو والقهاوي وزيد وزيد، ولا كيجمع المصروف ديالو، واحد اللي ولا في صحته مزيان. فراه هنا هضرتك اللي غتهضر معاهم غيكونوا نفس الكلمات، ولكن الاثر غيكون مبدل. وانت كذلك الا كنتي كيجيك صعيب انك ديري الحجاب، فهنا الا تخليتي على صحاباتك واحد الوقت، وملي كنقولوا الصحابات او لا الصحاب ما كاينيش انهم يكونوا بالضروري واقعيين، فراه حتى الناس اللي كتكونسوميهم في السوشيال ميديا الا كانوا تيدعيو لواحد المبادئ او لواحد الافكار اللي انت ضدك، فكون اكيد 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 انك ما غاديش تمشي لدوك الافكار اللي انت باغي بواحد الراحه او لا بواحد التناغم. كانك باغي تعصر من واحد القطعه ديال الاسفنج الماء وكتغمسها في المازوت، راه ما يمكنش، راه امبوسيبل. وهنا فين تنقولوا الخلوة حاجة ضرورية. أما وهم الكمال فدواه هو تقبل النقص، أنني أحيانا نتعمد ندير واحد الأمور اللي ناقصة، قادر نديرها واعرة، نديرها ناقصة ونعرضها للناس ويشوفوا النقص ونقول لهم فعلا هذا نقص، كيفاش نقدر نحيد من هذا النقص. فهنا كيف ما قال الشاعر: فداوها بالتي كانت هي الداء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كان معك صوتك اللي كيدوي بالأفكار اللي كتروج في خاطرك في نفسي كاست. سلام.